السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم ملعب الحظ. تحياتي الدراري كاملين اللي كيتبعوا القناه او اللي كيشوفوا الفيديو. صينوات الفيديو اللي لاحظت مؤخرا راه كان التفاعل طايح، ولكن انا راه ماشي كنلوم الدراري على حساب التفاعل طايح، ان الفيديو اصلا ما كيوصلش لبنادم، لانه اصلا يعني مده طويله ما لحقتيش للفيديو. يعني حاول ما امكن انت اللي كتفرج فيا دابا ولا غادي دير لايك سبسكرايب باش الفيديو يعني يلتحق يعني بناس اخرين ويشوفوا ناس اخرين. هذا مكان الاخوان، وهذا الشيء راه ما كنتخلصوش عليه، يعني معامله مني انايا وكل واحد الدراري. داكشي اللي كنلعبوا راه كنبارطاجيه مع الدراري. هذا مكان الاخوان. بالنسبه لنا راه عندنا القناه ديالنا ديال التليجرام، غادي نخلي لكم في اول التعليق. هاد القناه هذه خاصه يعني كنلعبوا فيها اللايفات، وكذلك الناس اللي كتلعب اللايفات، يعني اللي باغا تلعب اللايفات يعني مني تشوف الفيديو كذا وباغا تلعب يعني اللايف يعني واقفه انها باش تلعب، غادي تباسي ليا ميساج في هاد النمره هادي. ومرحبا بجميع الاخوان. كما شفتوا الاخوان، اخر ورقه لعبناها ديال الدومي فينال كانت فيها عكس التوقعات اللي بزاف ديال الناس كانوا كيرشحوا فرنسا على الاسبان. حنا لعبنا الاسبان، يعني الاسبان صراحه قدموا واحد الاداء كبير في هاد البطوله، وكانت كترتقي بالاداء ديالها ماتش بعد ماتش. يعني بزاف ديال الناس ظنوا ان التعثر ديالها الاول مع كابو فيردي يعني اللي هو خلاها تبان واحد الاسبانيا اللي عكس التوقعات اللي كانت توقع بنادم انها غتربح مثلا كابو فيردي بواحد النتيجه اللي كبيره. ولكن ما تنساوش الاخوان ان الاسبان في اول ماتش ديالهم فاش داو لا كوب دي موند ديال سود افريقيا 2010 راه خسروا اول ماتش مع سويسرا. يعني راه المنتخب الاسباني ماشي يعني فقط خسر ماتش مع واحد الفريق صغير يعني انه ما غاديش يدي ديك البطوله. فالاداء كيتحسن مباراه من بعد مباراه. فهاد الفرق مثلا اسبانيا او فرنسا او الفرق الاوروبيه ملي كيكون واحد الغلط تكتيكي يعني في الميدان كيكون واحد التصحيح من جانب المدرب، وكيدرس علاش كان هذاك الخطا وعلاش ما قدرناش نوصل البوطو وعلاش ما قدرناش نسجلوا، وكيحاولوا انهم في الماتش الجاي يتفادوا هذه الاخطاء. وهذا الشيء هذا اللي كيتكتل لهم بنجاح مباراه بعد مباراه. وكيف مشوا الاداء ديال لافوينتي راه مباراه بعد مباراه كيرتقي بالاداء ديالو. وهذا الشيء هذا اللي كان في هذه المقابله. علاش حنا فقط هذه باش نوضح للناس علاش حنا فقط اختارينا الاسبان دوس؟ لان الاسبان تخطط في اختبارات احسن من فرنسا ونجحت فيهم. الا شتي يعني فرنسا كان طريق ممهد لهم باش يوصلوا يعني للدومي فينال. ماشي زعما هما مهدوا لهم الطريق، يعني كانت واحد المنتخبات اللي ماشي قد فرنسا. كما شوف فرنسا يعني عندهم نجوم كبار، ولكن المنتخبات اللي لعبوا معهم ماشي يعني في الصنف ديالهم، لذلك قلبوا يعني تغلبوا عليهم بواحد السهوله. وكذلك الاسبان طاحت مع منتخبات مثلا مع البرتغال مع بلجيكا وتفاداتهم. يعني عندها واحد الاكسبيريونس وسط كاس العالم، وهذا الشيء اللي كنت كنظن انه غادي يكون وفعلا وقع. الاسبان بعد اول حاجه ما كتخليش لك الكره، ماشي بحال المنتخب المغربي راه ما تيخليش لك الكره تلعب بها وسط تبقى شاد عليه الكره. الاسبان اكثر الفرق اللي كتستحوذ على الكره. هذه النقطه الايجابيه الاولى اللي خلاتني. وثاني حاجه هما الاختبارات اللي خداتهم اسبانيا ونجحت فيهم في هذا لاكوب دي موند، اللي هو خلاها تعطي واحد الخبره في الماتش وتاهل بواحد السهوله، وبينات فرنسا ضعيفه بزاف بزاف بزاف. هذا مكان الاخوان. دابا غندوزو ديريكتومون التوقعات ديال غدا. فقط تجيب لكم 3 ديال لي ماتش الاخوان، 3 ديال لي ماتش زوينين، وان شاء الله كلشي غادي يتخلص فيهم من احسن لي ماتش اللي كاينين الاخوان. غنعطيهم لكم غدا 3 ديال لي ماتش. ما غاديش يكون كوطه ديال 4 ولا 3، غادي يكون كوطه ديال 71، ولكن غتكون داخله واحد 80% حتى ل 90%. كما كتشوفوا معايا هذه الورقه الاخوان، هذه هي الورقه كيف ما كتشوفوا معايا. فمرحبا بالجميع، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. الى اللقاء.